الراجل العجوز قرر يستخدم مسدس الصنفرة علشان يقص ضوافره، لأنه كان شايف إن ملوش لازمة يضيع فلوس على مقص. وبعدها طلع موتوسيكل هندي قديم كان عامله بإيده، وكان حلمه إنه يبقى أسرع سواق موتوسيكل في العالم. يوم المسابقة طاقم التحكيم اتصدم أول ما شافوا الموتوسيكل، لأن غطا تانك البنزين كان مجرد سدادة، وكمان ما فيهوش نظام فرامل حقيقي. يعني لو الفرامل مشتغلتش، الطريقة الوحيدة إنه يوقف هي إنه يخبط في أي حاجة قدامه. وبرغم كل ده رفض إنه يستسلم. الطاقم زقوه علشان الموتوسيكل يتحرك، وفي ثواني بدأ يلم سرعات، وعند أول نقطة قياس وصلت سرعته 150 ميل في الساعة. ومع ارتفاع السرعة المواسير السخنة بتاعت العادم بدأت تحرق رجليه، لكنه استحمل وكمل. ومع كل زيادة في السرعة الموتوسيكل بدأ يهز بعنف، فرفع راسه علشان يحافظ على توازنه، لكن الهواء أطاح بالنضارة من على وشه، وبقى سايق وهو مش شايف حاجة. وبرغم كده موقفش ولا لحظة، وفضل يسرع بكل عزيمة علشان يكسر الرقم القياسي في جينيس. بس علشان مفيش فرامل الموتوسيكل خرج عن السيطرة واتحطم في النهاية. وبرغم كل اللي حصل هو ما كانش فارق معاه، لأنه في اللحظة دي كان حقق حلمه أخيرا. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.